أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج موعد زملكاوي. هنتكلم عن صفقات الأهلي بالتفصيل بتاعت الصيف وصفقات الزمالك، وهنقول اللعيب والبديل بتاعه. غالبا هيكون يعني بالنسبة للزمالك اللعيب والبديل بتاعه، والأهلي هنحاول نقول اللعيب والبديل بتاعه. هنقول كل الصفقات المطروحة والصفقات الأجنبية المتوقعة، ومفاجآت في الزمالك ومفاجآت لعيبة دولية في الأهلي ولعيبة منتخبات كمان في الأهلي وفي الزمالك. طيب هنبدأ بإيه؟ أول حاجة عندنا الزمالك هيعيد المعارين. طبعا في 2 معارين من نجوم الدوري. أحمد محمود عمره 21 سنة، لعيب مهاري، في مراوغ في جزء من مهارات كده زي فتوح بس أقل شوية. أخد أكتر من مرة رجل مباراة، بيلعب في الوينج اليمين، عمره 21 سنة، معار للجونة، اسمه أحمد محمود. طيب أحمد محمود ده كده راجع. مين تاني راجع؟ خلاص اتأكد، وهيبدأ من أول الموسم مع حسام أشرف هداف الدوري، بيلعب في بلدية المحلة. حسام أشرف من نجوم الزمالك، لعيب شاب هداف الدوري ما شاء الله، متألق، أرقامه ممتازة، وبيلعب بقدمه اليمنى، وكمان بيجيب أهداف بشكل مختلف، ومستواه ثابت، وبيتحرك في الملعب بذكاء، وهو يعني بتاع الصندوق، رجل الصندوق الأول. طيب ده بالنسبة للمعارين. طيب بالنسبة للمدافعين، هي الزمالك هيجيب أحمد حسام مدافع الجونة، ده كابتن، وبرغم من سنه صغير لعيب مميز. ده لو ما تمتش الصفقة بيحصل عراقيل، بيدخل نادي تاني بيطلب مبلغ كبير، بيحصل عراقيل كتيرة بتحصل. ده مين البديل بتاعه؟ البديل بتاعه هيكون محمد إسماعيل اللي هو لاعب زد، أو مصطفى العش. طيب ماشي، ممكن انا مثلا اجيب 2 مدافعين، يبقى ممكن اجيب كالوشة لاعب انبي. فالزمالك واخد في كل مركز 2 وممكن 3، بحيث لو ما تمش ال2 الاولين ياخد الثالث، لان هو عايز لعيبه كتير الزمالك. القيد هيتفك، والزمالك شغال في الصفقات عشان عارفين الكلام ده من داخل مجلس اداره نادي الزمالك، ومن احد المراسلين، اكتر من 3 مراسلين من بيغطوا اخبار نادي الزمالك ودايما موجودين في نادي الزمالك، ان الزمالك شغال في الصفقات بالتوازي مع انه يدفع فلوس الغرامه. والاستاذ ممدوح عباس والاستاذ عمرو الجنايني من ضمن الناس اللي هيساعدوا، الاستاذ ايمن ممدوح عباس وعائله العدل جروب، كل دول هيساعدوا في الصفقات ودفع الغرامه على الزمالك. طيب مين تاني عندنا في الزمالك؟ في لاعب الزمالك مخليه يعني مع احمد حسام متساوي مع اسامه جلال، عشان كده هو عامل بدايل اللي هو كالوشة ومحمد اسماعيل، لان اسامه جلال انت عارفين نادي بيراميدز في المفاوضات صعب وكده، لكن دول يعتبر 4 لعيبه الزمالك ممكن يجيب منهم 1 أو 2 في مركز المساك. طيب في عندنا في مركز اليمين احنا قلنا احمد محمود راجع. طب انت ما عندكش حد غير عمر جابر، فالزمالك بيجيب هشام صلاح او كريم العراقي. في ناس كتيره معترضه على كريم العراقي، ونسبه قليله خالص موافقه عليه، لكن الزمالك حطه في الصوره، وهو كان بيلعب منتخب اولمبي قبل كده، فممكن يكون مستواه اتحسن، ممكن يكون النقاد شايفين حاجه فيه، ممكن يكون يعني في ميزه معينه وكده. لكن هو دول الاثنين بتوع الباك الايمن بتاع الزمالك، لو هشام صلاح او كريم العراقي. طيب بعد كده عندنا في لاعب مميز جدا وكويس وسريع جدا، وعندي مهارات وبيرفع رفعات ممتازه وبيغطي حلو، اسمه احمد هاني، لاعب سيراميكا، ده كمان باك ايمن. يبقى كده باك الايمن في 3، ممكن الزمالك هيجيب 1 منهم زي ما قلنا، احمد هاني، هشام صلاح، كريم العراقي. الاولويه لهشام صلاح. طيب بعد كده عندنا الزمالك دخل في الحسابات قريبا بعد التألق بتاعه، وهو نفسه يجي الزمالك. عبد الرحمن مجدي لاعب الاسماعيلي، الجناح، اللعيب المهاري السريع، وعمل مستويات حلوه مع الاسماعيلي. الزمالك يعني دخل حساباته عبد الرحمن مجدي، ده ممكن يجي بسهوله. الاسماعيلي يعني عندي ضائقه ماليه محتاج اموال تساعده، فممكن يتم ان هو يجي عبد الرحمن مجدي، احد الاجنحه المميزه. طيب اللاعب لو تفتكروا لاعب طلائع الجيش المهاري اللي كان جاي الزمالك، وعبد الحميد بسيو تمسك بيه وقال ممكن نهايه الموسم. اللاعب ده بيلعب جناح ايمن وجناح ايسر، وبيلعب خط وسط مهاجم. اللعيب ده مهاري جدا جدا، حريف بشكل يعني زي ايمن حفني كده. اسمه يسري ممدوح، افتكروا الاسم ده، يسري وحيد، عفوا يسري وحيد.
ده لعيب مميز جدا جدا. الاهلي كان داخل في الصفقه، بس الزمالك ليه علاقات قويه، واحد اعضاء مجلس الاداره ليه قرابه مع ناس في اعضاء مجلس اداره نادي نادي طلائع الجيش، ده اللي هو يسري وحيد. طيب مين تاني عندنا؟ اللاعب اللي الزمالك بيفاوضه من الموسم اللي فات، وكان في بيراميدز كان بيغالي في الطلبات، وكان دخل في صفقة عبد الله السعيد واتأجلت. اللاعب المميز لاعب المنتخب محمود صابر. محمود صابر والبديل بتاعه محمود جهاد، بيلعبوا منتخبات، لعيبة مميزة في خط الوسط. طيب مين تاني؟ المفاجآت اللي عندنا طارق حامد موجود في الصورة، أنا أتمنى أن يرجع طارق حامد. أنا متأكد الجماهير كلها تتمنى أن طارق حامد يرجع. لعيب خبرة، مستواه ثابت، أساسي مع كل مدرب، مقاتل في الملعب، بيغطي على الدفاع، خط الوسط بيوقف في مكان صح، بيفسد الهجمات. دايما ممكن يكون واحد في خط الوسط يفسد هجمات الخصم مهما كان قوة الخصم. لعيب مميز، أتمنى يرجع الزمالك طارق حامد. طيب بعد كده بعد طارق حامد في بقى ندخل على المفاجآت. في الاول احمد امين اوفا، وكمان الزمالك بيفكر في 2 فرقه، واحد تحت السن، واحد مهاجم عادي فوق السن يعني. ده مطروح بشده، الزمالك بيدور في الدوريات الافريقيه، او ممكن يجيب حد من الدوري المحلي يكون مميز، يكون افريقيا مميز زي ما بيقولوا. طيب مين اللاعب المفاجئ الناس تستغرب عليه؟ احمد ياسر ريان. الزمالك بدا مفاوضات قويه جدا، واللاعب مرحب والشروط مناسبة مع الزمالك، والزمالك عرض عليه مبلغ كويس، واللاعب مرحب. فاضل الاتفاقات مع النادي بتاعه احمد ياسر ريان. واحمد امين اوفا اللاعب نفسه يجي. المشكله في التفاوض مع انبي، لان رئيس نادي انبي يعني صعب في التفاوض شويه ويطلب مبالغ كبيره، لكن ممكن الموضوع يمشي بالود والعلاقات بين كابتن حسين لبيب والاستاذ الشريعي. طيب بعد كده في ايه المفاجآت الكبرى؟ خلاص كده رئيس النادي شخصيا اتواصل مع اشرف بن شرقي. الخبر ده مال الدنيا، الناس كلها سمعت بيه. واشرف بن شرقي ليه شرطين. الشرط الاول ان القيد يترفع، حل ازمه القيد. الشرط الثاني عايز لعيبه مميزه، وده كان شرط زيزو كمان انه يجدد نفس الشرط. والزمالك ناوي يجيب صفقات سوبر غير المره اللي فاتت، هيبقى اغلب يعني 90% لعيبه دوليه، وممكن يكون نجوم. وفي مفاجآت وعد بها كابتن حسين لبيب، هنشوف المفاجآت دي. فممكن اشرف بن شرقي اول مفاجاه. المفاجاه الثانيه الناس هتستغرب عليها احمد حجازي. في مفاوضات ماشيه بشكل ممتاز، وتعرض عليه 15 مليون، وعقود اعلانيه، وعقد اعلاني ثاني من شركه الرعايه، واللاعب موافق ومرحب في مفاوضات. اللي ممكن الحقيقه الوحيد يوقف الصفقه اللي هو لو الاهلي النادي بتاعه اللي هو فيه جدد التعاقد، لكن لغايه دلوقتي ما حصلش تجديد للتعاقد. ده احمد حجازي. طب اشرف بن شرقي، احمد حجازي. في لعيب بيتقال ان هو جاي، بس انا اعتقد ان ده مش هيتم يعني صعب يعني. اليو ديانج عقده ينتهي مع الاهلي، والزمالك عارض عليه مبلغ ضعف اللي بياخده في الاهلي، فممكن يجي الزمالك. انا ما اعرفش هل هو بعد الاصابه يعني مستواه كويس ولا لا، عشان خد اصابه وعمل عمليه، لكن هو ماشي من الاهلي. الاهلي هتجيب مهاجم افريقي مكانه، وزي ما احنا عارفين هيرجع القندوسي وانديه افارقه كتير، فهو ماشي من الاهلي، فيعني فرصه ضعيفه ان يجي الزمالك. ده اليو ديانج، ده احد المفاجات. بالنسبه لحراسه المرمى اخر حاجه، الزمالك هو استقر على تجديد صبحي وعواد الاثنين. هيجيب معهم حارس ثالث، يا اما محمد بسام يا اما احمد نادر السيد. وفي ناس كتير بتميل لاحمد نادر السيد، عمل مستويات كويسه، وعشان ده سنه صغير يستمر مع الزمالك فتره طويله. ده بالنسبه لصفقات الزمالك. صفقات الاهلي، لاعب الاسماعيلي المدافع المميز اياد العسقلاني اللي هو محترف بره. خلاص الاهلي خلص معاه كل حاجه. كان في شرط ان هو لازم يكمل 2 أو سنة في الاعاره بره. معرفش الاهلي هيحلها ازاي، او ممكن يحصل تغيير في بند العقود يعني. المهم ليها حل يعني. المهم العسقلاني ده لعيب مميز وسنه صغير وبيلعب مساك، هيكون بيلعب منعم اللي هو عبد المنعم ماشي، والاداره وافقت وكولر وافق، وهو ماشي من نادي الاهلي. اللعيب اللي الاهلي خلص وخلاص ودفع له فلوس، زياد بالعيد لاعب اتحاد العاصمه الجزائري. زياد بالعيد لعيب مميز ومساك، والاهلي دفع 400,000 في اول موسم، وثاني موسم 500,000. عمل عقد معاه اللي هو زياد بالعيد كده. واياد العسقلاني اكثر صفقتين الاهلي شبه خلصهم.
طبعا هيرجع النجم المتألق في سيراميكا لاعب الاهلي احمد القندوسي، هيرجع في خط الوسط، وهيبقى في زحمه اكتر ما في زحمه في خط الوسط، وهو يعني في مشاكل، هو زحمه ايجابيه، لكن هي عمل الصداع زي ما احنا شفنا مع قفشه وامام عاشور وعمرو السوليه واعتراضات كتيرة في المركز ده، وفي المركز الأمامي، وأليو ديانج كان بيطالب يشارك، ومروان عطية بيطالب يشارك أساسي، ويعني وإمام عاشور برضه لما ما كانش بيلعب كان بيعترض. فدي كده هيبقى في كثافة كبيرة في مركز خط الوسط. اللعيبة في لاعب موهوب في الإسماعيلي الأهلي بيفاوضه وأنهى اتفاقات كاملة، مجرد توقيع العقود باتفاق مع الإسماعيلي، عمر الساعي. الاسماعيلي ممكن عشان الجمهور ما رضاش يبيعه ممكن ينتقل لنادي تاني، يتعمل كوبري ويرجع على الاهلي اللي هو عمر الساعي، لاعب خط وسط مميز. المساكين عشان زي ما قلنا عبد المنعم ماشي، هيجيب يا مصطفى العش محمد اسماعيل، الاثنين لعيبه دول الاهلي والزمالك بينافسوا عليهم، مصطفى العش محمد اسماعيل لاعبي زد بيلعبوا في نادي زد، من اللعيبه المميزه، ارقام كويسه خالص في الدوري. قلنا عوده القندوسي. ايه الصفقات المفاجاه؟ احمد حسن تريزيجيه الاهلي بيفاوضه والمفاوضات ماشيه بشكل كويس. في حاجات كده منتظرها الاهلي، اللاعب طالبها يعني لغايه ما يتاكد من موقف النادي المفاوضات معاه، وفي نفس الوقت اللاعب بيدي نفسه فرصه للتفكير اتخاذ قرار نهائي، لكن لاعب شروطه مش كبيره والمبلغ اللي طالبه ما هوش مبلغ ضخم، لكن لاعب مميز ولاعب منتخب احمد حسن تريزيجيه من ابناء النادي الاهلي. اللاعب اللي هو الاهلي بيحاول يجيبه بس يعني انا سان داونز هيبقى يعني صعب يسيبه، ماكوينا لاعب خط وسط سان داونز. ماكوينا ده لاعب مميز وبيلعب في خط الوسط ولاعيب قوي ولاعيب مهاري وخط وسط اساسي في ماكوينا، من اللعيبه الاساسيه في فريق سان داونز. اللاعب اللي هو مفاجأة وهيكون لو تمت الصفقة هيكون صفقة رابحة، هيكون مهاجم قوي غير مودست خالص يعني، اللي هو محمد كانتي، لاعب 31 مباراة، أحرز 10 أهداف وساعد عمل أسيست الهدف. لاعب مميز قوي، مهاري، عندي سرعة، بيلعب بالهيد، عندي قدرة على المراوغة، لاعب مكسب للنادي الأهلي لو جاء النادي الأهلي. هو أصلا من بوركينا فاسو. اللاعب الثاني للأهلي داخل في مفاوضات والزمالك داخل مفاوضات مع بديل علي معلول اللي هو يحيى عطية الله، بيلعب في أكثر من مركز ولاعيب قوي ولاعيب سريع وبيغطي وبيلعب اساسي في فريقه، وكان بيلعب في الوداد، حاليا محترف في دوري خارجي، وهيرجع عايز يرجع للاضواء الثانيه لان الدوري ده مش مشهور اللي هو بيلعب فيه. فيحيى عطية الله من ضمن اللعيبه المطلوبه، ممكن يجي بسهوله مع الاهلي او الزمالك، على عكس لاعب ثاني الاهلي نفسه يجيبه لكن في عراقيل في الصفقه اللي هو محمد علي بن رمضان، اللاعب المميز التونسي خط وسط المهاري اللعيب المؤثر كده، يعني نسخه كده عامل زي وليد الكارتي يمكن افضل، ده الاهلي بيفاوضه. دي كل الصفقات قلنا اللعيبه في الاهلي وفي الزمالك، وزي ما قلنا الزمالك كل لاعب ليه بديل واثنين، والاهلي نفس الكلام بيبقى من اللعيبه اللي احنا قلناهم هتلاقي يعني 2-3 في مركز ياخد منهم واحد، نفس الكلام الاهلي والزمالك. نتمنى التوفيق الكره المصريه. دي كانت كل اخبارنا، يعني الصفقات دي يعني ايه انا مجمعها من اكتر من مكان، ومن اماكن داخل الاهلي واماكن داخل الزمالك ومراسلين ومصادر موثوق فيها. وزي ما انفردنا اخر حاجه هنقولها، زي ما انفردنا ان محمد الشناوي غاضب، محمد الشناوي غير موجود في قائمة بلدية المحلة، زي ما قلنا محمد الشناوي غير موجود في بلدية المحلة، غاضب ورافض يبقى احتياطي. احتمال محمد الشناوي يتجه الرحيل عن أهلي، وفي عروض جاله من الخليج والسعودية. هو رافض يبقى على الدكة، كولر طلب منه يبقى على الدكة عشان لو حصل إصابة، رفض هو وخرج من القائمة، وتأكد الكلام ده كله زي ما احنا قلنا وانفردنا قبل كده من أكتر من أسبوعين واحنا بنقول الكلام ده، وكلامنا الحمد لله بيطلع صح، وبنتأكد من المصادر قبل ما نقول خبر عشان يبقى فيه مصداقية والناس تثق فينا وتتفرج على البرنامج بتاعنا أو القناة. لازم المصداقية، مش ما يهمنيش أنا الخبر سبق صحفي ولا سبق قلت أول واحد، لأ احنا بنقول المصداقية عشان الناس تثق وتتفرج تاني، والكلام اللي بنقوله يبقى فيه مصداقية وشفافية. كان معكم أمجد من وعز زملكاوي، تحياتي للجميع، إلى اللقاء، باي باي، سلام.